السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لصوص المحبة مين هم؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الدنيا في لصوص، ولكن اللصوص أنواع. في لصوص بيسرقوا الأموال، وفي لصوص بيسرقوا الذهب، وفي لصوص بيسرقوا الدواب أعزكم الله، وفي لصوص بيسرقوا المعلومات، وفي أنواع كثيرة من اللصوص، لكن من أسوأ أنواع اللصوص هم لصوص المحبة. مين هم لصوص المحبة؟ هم النمامون، اللي بيسعوا بالنميمة بين الناس من أجل إفساد العلاقة الطيبة اللي بين الناس، ومن أجل إيجاد جو من العداوة والكراهية بين المسلمين، ومن أجل إشعال نار العداوة بين الناس. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام. طبعا المقصود هنا مش ان هو يعني عياذا بالله ان هو كافر او انه مش هيخش جنة خالص، لا، انما لا يدخل الجنة مع اول الداخلين. لا يدخل الجنة مع يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين حتى يعاقب على تلك الجريمة التي ارتكبها، وهي إشعال نار العداوة بين الناس. ولذلك في الحديث أيضا الذي رواه البخاري ومسلم مشهد عجيب جدا من أعجب المشاهد التي تسمعونها. النبي صلى الله عليه وسلم راكب الدابة بتاعته وماشي مع الصحابة وكلهم راكبين الدواب بتاعتهم، فجي عند قبر من القبور وقف طبعا بجوار القبر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر. خدوا بالكم من حاجة، النبي كان عنده من ضمن الأشياء الخصائص التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع صوت المعذبين في قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أن أنا خايف أن ما حدش فيكم يدفن أي حد بعد النهاردة، خدوا بالكم بقى، لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمعه. يا سلام! فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف عند القبرين قال للصحابة: إنهما ليعذبان. في 2 مدفونين في القبر ده، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني هم فاكرين إنها حاجة مش كبيرة، لكن هي كبيرة. وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. طب كانوا بيعملوا إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أحدهما، على اختلاف الروايات بقى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أو لا يستتر من بوله، أو لا يستنزه من بوله. لا يستبرئ أو يستنزه يعني ما بينظفش نفسه بعد أن يقضي حاجته عزكم الله. طب لا يستتر من بوله يعني إذا أراد أن يقضي حاجته، يقضي حاجته أمام الناس ويطلع الناس على عورته عياذا بالله. قلت طب سبحان الله، إذا كان الإنسان الذي يقضي حاجته ويطلع الناس على عورته أثناء ذلك سيعذب في قبره هذا العذاب، أمال بقى اللي بيقف عياذا بالله عند الترع في بعض المناطق الريفية ويقف يغتسل كاملا عريانا أمام النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف قد إيه. فكان هذا الأول اللي هو سيعذب في القبر كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. يعني الإنسان لو قضى حاجته ولم يستنجي عياذا بالله هذا من أسباب عذاب القبر. طيب لو قضى حاجته وأطلع الناس على عورته في قارعة الطريق هذا من أسباب عذاب القبر. طب والسبب الثاني، الرجل الثاني بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثاني أو وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول أو أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة. يعني كان بيغتاب الناس عياذا بالله، كان يسعى بالغيبة بأن هو يغتاب الناس. والغيبة، الفرق بين الغيبة والنميمة إن النميمة إن واحد يروح يشعل نار العداوة بين 2 أو بين قبيلتين أو بين عيلتين، دي اسمها النميمة. أما الغيبة هي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره
في غيابه. يعني ان انا ابقى قاعد مع ناس كده واقعد اتكلم على فلان، ده بيه وعليه، ده بخيل، ده مش عارف، ده كذا، ده، واقعد اتكلم عنه كلام لو سمعه وهو حاضر يتأذى. فلما اذكره في غيابه دي اسمها الغيبة. الغيبة شوف قد ايه. فاذا الغيبة وعدم الاستتار او الاستنزاه من البول والنميمة من اكتر 3 اشياء يعذب بسببها الانسان في قبره عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. حتى قال قتادة يعني قال عذاب القبر في 3 اشياء، يعني اكثر اشياء مشهورة ان فيها عذاب القبر اللي هي ايه؟ عدم الاستتار او الاستنزاه من البول والغيبة والنميمة. هذا طبعا بخلاف الشرك والنفاق الى غير ذلك، طبعا ده اساس. ربنا يعافينا ويعافيكم. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اما احدهما فكان ايه؟ لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، أما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. هو لما سعى بين الناس بالنميمة أحبابي فأشعل نار العداوة بين الناس، فكان الجزاء من جنس العمل. أنت أشعلت نار العداوة ما بين الناس، فالله عز وجل يشعل على هذا الإنسان قبره نارا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في الوقت دوت؟ وده كان امر خاص بالنبي، وحبيت انوه على هذه المساله لان في ناس كتير جدا بتقع في هذا الخطا. فراح النبي جايب جريده كده، حاجه كده زي خشبه من شجره ولكنها رطبه، لسه ايه؟ فيها الرطوبه، فيها الميه. فراح قطعها، مقسمها نصين، حط نص على القبر ده ونص على القبر ده، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن فهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين اللي مدفونين دولت، لأن هم برضو مسلمين، يعني وإن كانوا مرتكبين يعني لهذه الذنوب أو الآثام، إلا أن هم ما زالوا على الإسلام. فالنبي كأنها شفاعة مؤقتة. يعني ايه مؤقتة؟ يعني بمجرد ما الجريدة تحط على القبر يرفع عنهما عذاب القبر بشفاعة النبي. أول ما ييبس أو تيبس الجريدة ديت وتنشف خلاص ويذهب ماؤها، يرجع العذاب مرة تانية. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ده كان أمر يا حبايبي خاص بالنبي بإجماع الأئمة الكبار. ده أمر إيه؟ خاص بالنبي، مش خاص بيا ولا بيكم. فكتير من الناس لما يجوا يروحوا يزوروا المقابر يجيبوا الجريد ده ويحطوه على القبور. ده فيه مشكلتين. المشكلة الأولى إنها فيها إساءة ظن بالميت. انت ايش عرفك ان هو بيعذب؟ طب النبي ربنا اطلعه على الغيب ده. طبعا النبي لا يعلم الغيب على الاطلاق، وانما يعلم بعض الغيبيات التي يطلعه عليها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فالنبي كان عارف ان دول بيعذبوا. اما انا لو جيت النهارده ومسكت الجريده وحطيتها على القبر، اولا كاني اسأت الظن بهذا المدفون، كاني بقول للي حواليا الراجل ده بيعذب في القبر، فانا احط له جريده عشان يخفف عنه من العذاب. الحاجه الثانيه يا حبايبي ان اصلا دي كانت شفاعه من النبي وحاجه خاصه بالنبي وليست خاصه بنا. فلو حطيت 100 جريده وهو كان بيعذب فلن يخفف عنه العذاب، ولو كان هو اصلا لا يعذب وكان انسان مؤمن ومدفون يبقى انا اسأت الظن بهذا الميت. يبقى إذن وضع الجريد على القبور ليس من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أمرا خاصا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجع لعنواننا بقى، لصوص المحبة. إياك أخي الحبيب وإياك أختي الفاضلة أن يكون أحد منكم أو واحد منكم من لصوص المحبة. إيانا أن نسعى بالنميمة بين الناس. احرصوا كل الحرص على ألا نذكر لأحد ما قاله أحد. يعني لو واحد حتى غلط في لحظة من اللحظات قال كلمة وحشة عن حد، نرد الغيبة بقى ونقول له يا أخي والله يعني أنت بتقول إنه بخيل، ما علمنا عليه إلا خيرا، بارك الله فيك، بلاش سيرة الناس. ليه؟ لأن الغيبة، مشكلة الغيبة إن اللي بيغتاب بياخد ذنب واللي بيسمع بياخد نفس الذنب. سبحان الله. إيه الدليل على كده حبايبي؟ أقول لكم حديث واحد. حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز بن مالك الأسلمي لما أمر النبي برجمه لما اعترف على نفسه 4 مرات بالزنا. تمام؟ يعني هو ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الراجل ما جابش شهود، لكنه النبي عليه الصلاه والسلام هو ماعز بيقول له زنيت يا رسول الله، قال له لعلك قبلت، قام جاي له من الناحيه دي قال له بل زنيت، قال له لعلك فعلت كذا، قال بل زنيت. ففضل بقى النبي ايه؟ يقر لحد ما اقر 4 مرات بان هو عياذا بالله زنى، فامر النبي برجمه. فلما رجم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ماعز بن مالك وكان مع مجموعه من الصحابه وماشيين مع بعض في مكان ما، فاتنين من الصحابة
الصحابة واقفين ورا بيتكلموا، وواحد منهم بيقول: أما وجد هذا الرجل أما ترك هذا الرجل يعني نفسه إلا أن يموت ميتة الكلب عياذا بالله. يعني هو كان لازم يعترف على نفسه، رايح يعترف على نفسه عشان يموت الميتة ديت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وهم ماشيين وجدوا أعزكم الله حمار ميت، وانتفخت قوائمه وارتفعت إلى أعلى وأنتن ريحه. فقال النبي: أين فلان وفلان؟ خد بالك ده واحد بس اللي اتكلم والتاني كان بيسمع. قال له: يعني أما ترك هذا الرجل، يعني فضل يعني راح اعترف على نفسه حتى ما يموت ميتة الكلب. فالنبي قال: أين فلان وفلان؟ فقال له: ها نحن يا رسول الله. قال: كلا من جيفة ذلك الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، أو رحمك الله يا رسول الله، وهل هناك أحد يأكل من جيفة ذلك الحمار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما نلتما آنفا من عرض ماعز بن مالك أشد من أكلكما من جيفة ذلك الحمار. يعني الكلام اللي قلتوه في حق ماعز بن مالك أشد من أن أنتوا تاكلوا من جيفة ذلك الحمار. فعلم أهل العلم من ذلك النص ومن ذلك من تلك الكلمة إن من يسمع الغيبة يأخذ نفس الذنب بتاع المغتاب. فلما يجي حد يقول لي كلمة عن حد أرده، أقول له: يا أخي ما علمنا عليه إلا خيرا، بارك الله فيك، بلاش سيرة الناس. وأرد من ذب عن عرض أخيه، يعني من دفع عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة 70 خريفا، يعني 70 سنة. واخد بال حضرتك؟ فما جيش بقى انا اقول ايه، اروح اقول للتاني: ده فلان كان بيقول عليك كذا وانا دافعت عنك. يبقى انت دافعت عنه وخدت الثواب، تقوم رايح تشعل نار العداوه بين الاثنين وتسعى بالنميمه، يعني نجوت من الغيبه ووقعت في النميمه. فهذا لا يكون من اخلاق المسلمين. نسعى دائما بالخير بين الناس، بل بالعكس، ده انا لما اعرف ان الاثنين متخاصمين اسعى بينهما بالصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصدقه والصلاه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه، اما انها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلنحذر من ان نكون من بين لصوص المحبه، بل نحرص على ان نكون من الذين يوصلون المحبة بين قلوب المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.